يصير بعد اليوم طلبت دولة قطر الشقيقة نمرة 520 464 طالب حربي سعدون مبارك علي عمران الكواري. سعدون الكواري يتقدم نحو الرئيس القائد يقلده سيف التفوق ويحضر هذا التكريم لدولة قطر الشقيقة السيد راشد محمد خالد مندوب وزيرة الدفاع القطرية ليصافح طلبة دولة قطر مع الرئيس القائد. إنه أول طلبة قطر بالجهد امتشق الحسام وشق وسط التهليل بخطى الثبات وخط اسمه تاريخا في لوحة الشرف. فالكلية الحربية تقدمه في جلال تحت أنظار الكرنفال فارسا يتوج عطاء جزيلا لأبطال قطر الشقيقة وهو يغدو لأهله بسيف مسودا. أحسن طالب في السلوك والمواظبة نمرة 520 250 طالب حربي كمال الدين عباس علي شقاق. عباس شقاق أحسن طالب في السلوك والمواظبة، كان فارسا، كان ساعيا للمجد في صموده، كان قائما كمقبض الحديد ساويا على الجميع كالرشيد. يتقدم أحسن طالب في السلوك والمواظبة ليتسلم كأس التفوق. خمسمائة وعشرين 418 طالب حربي الفاضل عبد الله ياسين. أحسن طالب في الرماية، عشانك يا بلادي نخوض النار الهبلت بق، عشانك انت رقابنا رخيصة ولك تنزق. هذا هو الطالب الأول في الرماية الفاضل عبد الله ياسين. عرف سلاحه كباطن كفه، دقة في الرماية ودقة في إصابة الهدف. الدار داربونا، هيا للجيش اكتبونا، طلقتنا ما بتجلي، تنشم مضبوط بالملي، ما فيها وطي وعلي، لكبد العدو بتدلي. رياضي الأول نمرة 112 109 طالب حربي حيدر محمد عبد الحميد. الرياضي الأول حيدر محمد عبد الحميد. يا عزة، أكان بدوري أسود الغابة هديل، أكان بدوري الأسود الكاسرة هديل، أكان بدوري نمورا كاشرة هديل، أكان بدوري قدسي على أعدان الويل جوك رجال الحارة هديل. قديما قيل العقل السليم في الجسم السليم. الرياضي الأول يتسلم درع التفوق من الرئيس القادم. عزيز فوق واديه، يسالم من يسالمه ويرضي من يعاديه. طلبت دولة قطر غدب والسيد راشد محمد خالد مندوب وزارة الدفاع القطري هم الدفعة السادسة لدولة قطر الشقيقة، قد تدربوا وتأهلوا وتزودوا العسكري